الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مواد سيارات مع علي حسين. النهارده فيديو جديد عن العربيه هونداي بي ام دي نتكلم فيه عن الاهمال اللي انت بسببه ممكن تصرف فلوس ما تتوقعهاش. النهارده زي ما انتم شايفين كده احنا معانا العفشه كامله مكمله على الارض، مساعدين، مقصات، علبه دركسيون، بطاحات، برات، كل اللي انت ما تتخيلوش في العربيه دي. وده بسبب ايه؟ بسبب الاهمال. قلنا الاهمال انا بسميه في فيديوهاتي الاهمال القاتل او الاهمال المميت. ليه؟ لان ممكن قلنا قبل كده اي جزء من اجزاء العفش لو حصل فيه انفصال وانت ماشي لا قدر الله انت ما تقدرش تلحق نفسك، تعالى بص. احنا اول حاجه معانا ايه؟ معانا مساعد راكب غلط زي ما انتم شايفين، السوسته ناطره من مكانها، ولما العربيه كانت بتيجي تكسر شمال ويمين وانت واقف تسمع صوت رنه او حتى ليه؟ لان دي زي ما انتم شايفين هنا، تعالى هنا كده الاحتكاك اهو كانت بتحك فين؟ بتحك في الكارتيره بتاعت العربيه. دي اول حاجه. تاني حاجه عندي بص المساعد، عندي البطاحه زي ما انتم شايفين البطاحه مفصوله ايه؟ مفصوله نصين. ادي ايه؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه تعالى كده، دي علبه الدركسيون. علبه الدركسيون طبعا احنا مفورينها حته حته، العلبه كلها كانت بتخبط. وعندي ايه؟ وعندي البارات الخارجي دي كابسينها، عندي البارات الخارجي كابسينها. تعالى بقى بص هنا، بص المقص زي ما انتم شايفين بسبب البرومه وبسبب التآكل وبسبب عدم يعني غسيل العربيه. طبعا صاحب العربيه واقف، مش عايز اتكلم اقول كلمه يعني ايه تضايقه، بس هنقول اهمال ونقول ايه؟ البيت المهمل يخرب قبل بيت الظالم، بيت المهمل يخرب قبل بيت الايه؟ الظالم. زي ما انتم شايفين كده ادي المقص. تعال نبص المساعد اهو، المساعد غرقان ضارب زيت. وعندي نفس القصه، تعالى نفس القصه في الايه؟ نفس القصه في السوسته بردك ناطره من مكانها من هنا ومن هنا اهو. يبقى دي كده ايه المساعدين. عندي اتياش الميزان، مفيش اتياش ميزان خالص، عندي بصوا الجلب المقصات متفككه. تعالى ده انا هوريكم حاجات اللي اول مره ايه تشوفوها. تعالى بصوا الجلبه طالعه من مكانها. يعني انا لو عملت كده اهي الجلبه طلعت. بصوا يا جماعه الجلبه طلعت من مكانها. عندي بيض المقص، مفيش بيض مقص خالص. عندي كاوتش الميزان، مفيش كاوتش الميزان بصوا متاكل. بص كل فين؟ كل في الميزان نفسه. بصوا هنا اهو، بص كل في الميزان نفسه. بصوا يا جماعه كل في الميزان نفسه. فده اهمال. لو العربيه دي اول حاجه بتتغسل كل فتره مش هيحصل فيها كده. تاني حاجه لو انت بتصين كل فتره هتلحق. قلنا الصيانه الدوريه للعفشه، لو انت عندك جلبه بايظه مش هتبوظ لك بيضه، لو لحقتها يعني. لو انت عندك جلبه صغيره بايظه مش هتبوظ لك جلبه كبيره. عندك مثلا هنا ايه اللي بوظ البطاحات؟ ايه اللي خلى البطاحه دي تفصل نصين كده؟ ان البطاحه نفسها اشتغلت، يعني المساعد باظ واشتغلت على ايه؟ اشتغلت على البطاحه. بقى بتاع البطاحه ده اللي شغال، لان قلنا قبل كده ان البطاحه دي بتمتص مع المطب بنسبه 20%. ليه؟ عشان دي كاوتش. لو هي مش بتمتص مع المطبات زي ما انتم شايفين، بصوا الخبط فين؟ بيخبط في الطبق اهو، فيا جماعه انتظروا تبقى عامله ازاي. بفضل الله احنا خلصنا كل حاجه في العربيه. عملنا علبه الدركسيون، غيرنا كاوتش الميزان، غيرنا جلب المقصات، غيرنا بيض المقص، غيرنا 2 مساعدين، غيرنا 2 بطاحات. رجعنا على العفشه بالكامل، ما سيبناش حاجه غير لما رجعنا عليها. وزي ما انتم شايفين بفضل الله، اللي هيشوف الفيديو في الاول مش هيصدق ان دي العلبه او العفشه اللي كانت متصوره في اول الفيديو. ده بفضل الله شغلنا، واحنا بنراجع على كل حاجه ما بنسيبهاش. يعني مثلا قلت لكم قبل كده لما تيجي تغير مساعد لازم تتاكد من البطاحه وتتاكد من الصداده. ليه؟ لان الصداده بتاثر على المساعد، والبطاحه بتاثر على المساعد، والمساعد بيأثر على الصداده، والصداده بتأثر على البطاحه. فده جزء متصل ببعض، لازم يكون كامل، ما يكونش فيه جزء من الاجزاء دي فيه مشكله. لازم يكون. انا هغير مساعدين دلوقتي، اقل مساعدين ب 4000 جنيه، فعشان اغير طقم مساعد لازم اكمل حاجته. لو عندي مشكله في البطاحه اغيرها، لو عندي مشكله في الصداده اغيرها، عشان بتجيلي ناس مغيره مساعدين والبطاحات عندهم بايظه او الصدادات عندهم بايظه. يعني ممكن يغير بطاحات ومساعدين وعنده صداده بايظه،
لما انت جايبها بالشكل ده مش هتطول من عمر المساعد. برضك نفس القصه، هنا عندي مشكله في البيض لازم ابص على الجلب المقصات لو فيها مشكله تتغير. العفشه اجزائها كلها متشابهه، اجزائها كلها متشابهه. ده بفضل الله شغلنا الحمد لله ان شاء الله مقفل وكل حاجه ترجع لطبيعتها واحسن من الاول كمان. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. ما تبخلش علينا باللايك، ما تبخلش علينا باللايك، ما تبخلش علينا باللايك.